ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ جايلكم النهاردة بشرح فيديو جديد. هنشرح في الفيديو طريقة عمل حسابات سافيوم عن طريق التريمكس. تمام، او قبل ما ندخل في الشرح اتمنى انكم تقدروني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا كومنت يشجعني ان اكمل، وشكرا على تقديركم يعني. تمام، فقول لي تمام قبل ما ندخل في الفيديو بس هتقول لي طب ماشي، ما الطريقة شغالة بايثون واحنا بنعرف نستخدمها وسهلة وكده يعني، فاللي هيخلينا نعمل يعني الكلام ده كله. هقول دلوقتي انت ايه، بايثون هو حلو وشغال والطريقة شغالة، بس الحسابات بتاعته طريقتها محروقة. ازاي بيجيب لك حسابات يعني مستخدمة قبل كده فمحروقة، فهي انت مش هينفع تستخدمها. تمام، فالمهم ان هي تريمكس يعني انا جربتها فلقيتها ان هي طريقتها حسابات شغالة، يعني بتطلب في اي وقت وشغالة يعني حلوة. تمام، فبس كده، فيلا ندخل نقول على الشرح على طول. في الفيديو هنحتاج ايه؟ تريمكس، وهنحتاج التليجرام دوت اللي هنحتاجهم، او برنامج ايه سيرشيفر كمان هنحتاجه. تمام كده احنا محتاجين التلات برامج دول اللي في قدامكوا دول. تمام، المهم الاول هندخل على التليجرام. تمام، هكون ايه ثانية اكون اهو، هكون سايب لكم ديت بتاعت اوامر تريمكس، وديت الملف بتاع الحسابات، ودي البوتات اللي هنستخدمها في الشرح. ده كله هيكون في قناة التليجرام. قناة التليجرام هتلاقوها ايه في أول تعليق مثبت أو في وصف الفيديو. تمام، أولا نخش على البوت الأول اللي هو بوت فازر بتاع التوكن. هنعمل بدء، نستنى النت بقى ايه يفرج معانا ويشتغل. تمام، أنا قاعد على السطح عشان النت والله. المهم هنيجي نضغط على أول واحدة اللي هي ناو بوت. تمام، دي بيقول لك اكتب الاسم، يعني هنعمل ايه مثلا حسابات سافيوم لعبد الله كينج مثلا. طب لا ثانية، نعمل ايه ارسال. تمام، اهو بيقولك اكتب ايه التوكن بتاع البوت، هتكتب اي كلام وفي اخره كلمة بوت. تمام، مثلا اكتب ايه كينج مثلا، كينج اي حاجة بعدها بي او تي. تمام، اهم حاجة في الكلام بي او تي. تمام كده، عملنا اول خطوة، جبنا التوكن بتاع البوت. هو التوكن اللي هو أوله 80 3 22 ده، تضغط عليه هيتنسخ معاك. هتيجي تدخل على البوت وهنعمل بدء ونحط فيه التوكن بتاعنا. تمام كده، جبنا أول خطوة التوكن. هنيجي نروح على البوت التاني، بوت الاي دي، هنيجي نضغط عليه، هنعمل بدء ونضغط على التلات شرط دول هنختار أول واحدة اللي هي ايه ريترانس يور تليجرام اي دي يعني. تمام، هجيب لك ايه الاي دي بتاعك اللي هو أوله 7 33. تمام، هنضغط عليها يتنسخ وهنروح على البوت بتاعنا. لا مش البوت، ثانية اهو، هنحط فيه الاي دي. تمام كده، عملنا ايه اول خطوة بوت التليجرام اللي هيجيلنا عليه الحسابات. هنيجي نخرج، لا مش هنخرج، ثانية هنروح على ايه الرسايل اهي. تمام، هنيجي على ايه اللي هي الاوامر بتاعة التريمكس. هنيجي ناخد اول امر نسخ. تمام، اهم حاجة تاخد الاوامر بالترتيب يعني الثانية، زي ما انت شايف 1 بعدها شرطة، دي مالكش دعوة بيها، تاخد من اول البي كي جي، دي اول حاجة معاك. اهي البي والتي والسي دوت اول كلام اللي هو معاك بالانجليزي، مالكش دعوة بالشرطة اللي هي قبله. المهم هنيجي خدنا اول امر، هنيجي على التريمكس. تمام، انا كنت مشغل الثغرة، المهم ان هو يفتح معاك بالواجهة. تمام، فهنيجي نحط اول امر. تمام، وهندخل هنستنى لحد ما يحمل. هو مش هياخد وقت معايا لان انا مش شغال قبل كده، انما هو هياخد شوية وقت معاك لان احنا كده بنسطب مكتبة البايثون في التريمكس. تمام، فاهمني؟ المهم ان هو ياخد وقت معاك يعني، فانت اصبر عليه لحد ما يجيلك علامة الدولار، او لو مفعل ان هو السيم ده فانا هيجيلك زي كده. ولو عاوز السيم ده هكون سايبلك الفيديو في وصف الفيديو، دي يعني. تمام، هنيجي ناخد ايه الامر التاني نسخ، وبعدها هنحطه في الفيديو. قصدي هنحطه في التليجرام. هنيجي ناخد الامر التالت. تمام، هتاخد كل الاوامر بقى اللي هي ايه ال6 اوامر. تمام، الامر ايه كده وهتكتب واي او ان، هتكتب واي وتعمل انتر. تمام،
كده احنا خدنا كام أمر؟ 3. قبل ما تاخد الأمر الرابع أو قبل أصلا ما تدخل الفيديو دي براحتك انت، يعني ممكن انت تكتب أول 3 أمر قبل ما تاخد الرابع تعملها، وممكن قبل ما تعمل أي حاجة تعملها عشان ما تنساش. المهم هتيجي على التليجرام، تمام، والملف اللي هكون سايبهولك ده تضغط على ال3 نقط دول، وبعدها حفظ في التنزيلات، ده أول حاجة، تمام. هتدخل على زرشيفر، تيجي على الداونلود، هتيجي على التليجرام، هتلاقي الملف فين اهو، تمام. تضغط عليه ضغطة مطولة وتعمل نسخ، وهترجع واحدة لورا تقوم حاطه على الداونلود في مجلد الداونلود، تمام. وهتسيبه نفس الاسم، مينفعش تغير في الاسم لأن أنا مسطب المكتبة إن هي تشتغل بالاسم ده، لو غيرت الاسم مش هيشتغل، تمام. كده عملنا الخطوة دي. هنرجع تاني على التليجرام وناخد الأمر الرابع نسخ. زي ما قلتلك مينفعش تحط الأمر الرابع غير لما تعمل الخطوة دي، يعني الأسهل ليك إن انت تعملها قبل أصلا ما تدخل في التريميكس وقبل ما تعمل أي حاجة، تمام. نحط الأمر الرابع ونعمل انتر، كده كده الملف اتوجد معانا في التريميكس، تمام. كده هو دخل على التريميكس، قصدي دخل على مجلة الداونلود. هنعمل نسخ اللي هو الخامس، كده احنا بنأمره ان هو يعني يستخرج الملف من الداونلود وكده ويجيبه التريميكس، وكده هو عمل. هنيجي نشغل بقى هنيجي ناخد الأمر اللي هو بيشغل البوت اللي هو آخر أمر ونحطه كده، البوت يشتغل معانا زي ما انت شايف. هيطلب منك الاي دي بتاع التليجرام. هنيجي الاي دي اللي احنا لسه عاملينه، البوت اللي احنا لسه عاملينه قصدي اللي هو ده، هنيجي ناخد الاي دي نسخ، تمام، ونحط ونعمل انتر، وبعدها التوكن ناخده برضه نسخ ونحط، تمام. كده الثغرة اشتغلت معانا، قصدي اللي بتشتغل معانا. انت بقى لو لو عملت كده وراك شغلانة وراك اي حاجة، ممكن تخرج من التريميكس، ممكن تخرج خالص وتقفل التليفون، بس اهم حاجة النت يكون شغال وتسيبه هو يستخرج معاك بقى براحته، تمام. هو الخضرا ده اول ما هيجيلك عدد، يعني اول ما هيجيلك رقم او اي حاجة هيبدأ ان هو يعمل معاك بسرعة، انما الحمرا دي اللي هو فايل ان هو حسابات يعني مش شغالة او حسابات مستخدمة قبل كده يعني، تمام. فانت هتصبر عليه لحد ما يجيبلك حسابات يعني اللي هي الخضرا. فانت هو سريع زي ما انت يعني، اني اعمل حسابات منه كتير وانا بجرب الثغرة يعني، تمام. هي دلوقتي الوترس اللي انا بستخرج منه زي ما انت شايف حساباتي ملهاش عدد، ما تقدرش انها تعد، اللي هي 26 أغسطس اللي هو اول امبارح لما كنت بصور الفيديو التاني يعني، تمام. بقت الشخص اهو، شكرا. دلوقتي واحد يعني كان طالب مني حسابات، كل اللي انا نزلت امبارح على قناة التليجرام زي ما انتوا شايفين اهو، عاوز حسابات يبعت. ففي ناس يعني كتير بعتت لاخواتي، يعني كتير بعتتلي فاديتهم حسابات، تمام. او الناس اللي بتقولي ممكن تدينا حساب بتدي الشخص تاني، اقول لك لا، لانني باخد الحسابات اللي بديها لك وبقوم مسحها من البوت، تمام. المهم تعالى نشوف البتاع بتاعنا. زي ما انت شايف انا كنت برا التريميكس، زي ما انت شايف لسه شغال 195 حساب مش شغال، و3 الحساب مش شغال لانها في ناس يعني معاها الثغرة بتستخدم بس هي البايثون، تمام. بتستخدم البايثون يعني جامد، فعشان كده ممكن أكترية الحسابات بايظة يعني. بس المهم ان هو الحسابات اللي هي بيجيبها لك، لان هو بيحفظ الحساب، بيعمل بيعمل يعني الحسابات بيفحصها جامد يعني حلاوة التريمكس ان هو دقيق في كل حاجة، فهو بيفحص الحسابات جامد، يعني الحساب اللي هو شغال بجد بيجيبهولك، اما عمره ما يجيبلك حساب مش شغال، تمام. هي جميع الحسابات شغالة، فانت اصبر عليه شوية لحد ما هيجيبلك، تمام. حابب اوريك حاجة ان هو اهو انت خرجت، هتيجي تدخل التريمكس تاني هتلاقيها لسه شغالة زي ما هي اهو، زي ما انت شغال، فمهما تعمل يعني هو شغال معاك. فحابب اقولكوا بس على حاجة، ان قناة التليجرام مفيش اتش فيها نهائي، مفيش اي حاجة فيها، تمام. فأتمنى ان هي يعني اشوف اتش احسن من كده شوية. نشوف بس اللي بتاع 476 هو هيطلع دلوقتي، يعني انا ممكن اقص الفيديو جامد عشان مطولش عليكم يعني، لان هو عدى 10 دقايق كده.
وقفت الفيديو. هو ده الحسابات جت على طول. تمام، ده 6 حسابات جم معانا. نخرج نلعب ريميكس زي ما انتوا شايفين 6 حسابات. تمام، فهو ايه كده انت مثلا استكفيت من الحسابات وعاوز ايه، عاوز تقفل الثغرة، مش عاوز يعني على طول انها تجيب لك حسابات وكده انت خلاص زهقت وعاوز تقفل الثغرة. تعمل ايه؟ لان الكود هيضل شغال معاك زي ما قلتلك مش هيقفل. المهم عشان توقفها هتعمل ايه، كترل اللي هي CTRL تضغط عليها وبعدها C، انك تعمل كده ورا بعض اهو لحد ما هيجيلك ايه. انت كده تقدر ان انت ايه تبوظ اللي بتاع بس كده وقف لحد ما يجيلك ايه الكلام ده كده الثغرة وقفت بس. فهو ده كان فيديو النهاردة، فأتمنى إن هو يعجبكم. لو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واكتبوا كومنت يشجعني إني أكمل، أو عاوزين الفيديو الجاي ولايك للفيديو وشير لأصحابك وبس كده. سلام.